أهلا طلاب، نكمل شرح البارت الثالث من الجزء الأخير من المحاضرة السادسة. طلابنا الأفاضل، وصلنا آخر شيء إلى هذه الرسمة وتوقفنا هنا شباب. بهذه الرسمة راح نشرح تمام، أو راح يعني بهذا السلايد تمام. وهاي الرسمة توضيحية تكون أيضا هاي الرسمة توضيحية. بهذا السلايد شباب راح نتعلم عن الريسبترات اللي موجودة ما بين البراين وما بين البراين ستيم وما بين الكارديو. احنا خلينا شوي نجي على الرسمة اللي وضحتكم اياها مسبقا اني. طلابنا الافاضل، قلنا احنا هو بالبراين تمام عندي شيء اسمه الهير سنتر او اللي هو الهايبوثالاموس، واثنيناتهم موجودات. يعني الهير سنتر او احنا نقول عليه بالهايبوثالاموس، وهذا شباب موجود ضمن منه السيبرال كورتكس. شباب هذا الهايبوثالاموس او الهير سنتر هو يكون عليه من مسؤول، يكون عليه مسؤول يكون على السي في سي اللي هو الكارديو تمام، الكارديو فيزيكولار سنترال، يكون مسؤول على الكارديو فيزيكولار سنترال. شباب هذا الكارديو فيزيكولار سنترال اللي راح يتحكم به هو او يوجه له التعليمات او يوجه له الاوامر العصبية هو منه؟ هو الهايبوثالاموس او الهير سنتر. تمام، هذا الكارديو فيزيكولار سنترال هذا بيش متحكم شباب؟ هذا متحكم بالهيرت ريت مالت القلب. تمام، هو المسؤول عن الهيرت ريت مالت القلب، يعني هو المسؤول عن زيادة الهيرت ريت مالت القلب، وبنفس الوقت هو مسؤول عن الانخفاض الهيرت ريت مالت القلب. يعني بين قوسين عنده اوامرين، عنده تو كنترول اوف ذا هيرت. عنده الكنترول الاول هو اللي يسوي لي انكريز للهيرت ريت، والكنترول الثاني هو اللي يسوي لي ديكريز للهيرت ريت. تمام شباب، هذا الكارديو فيزيكولار سنترال هو يسوي الانكريز للهيرت ريت ويسوي الديكريز للهيرت ريت عن طريق خلايا تدعى بالاوتونوميك نيرفاس سيستم. وهاي شباب الخلايا تكون على نوعين، بيها سمباثيك تمام وبيها بارا سمباثيك. السمباثيك شباب بدورها هي عندما يريد الكارديو فيزيكولار سنترال يسوي لي انكريز بالهيرت ريت، راح يستخدم او يوجه اوامره من السمباثيك نحو الكارديو مباشرة. تمام، وعن طريق منه؟ عن طريق الثوراكس لان هو اللي يكون الثوراكس نيرف، العصب الثوراكس هو اللي يكون لي نبضة او هو اللي ينقل لي الوصلة العصبية من الكارديو فيزيكولار سنترال على شكل سمباثيك الى الكارديو مباشرة، وبالتالي يسوي لي انكريز بالهيت، انكريز بالهيرت، العفو، انكريز بالهيرت. زين شباب، ولكن الكارديو فيزيكولار سنترال اذا يعني مثلا الهايبوثالاموس او الهير سنتر يعني تحفزت تمام بواسطة او عن طريق الريسبترات اللي موجودة هي تمام، اللي تفصل ما بين البراين والبراين ستيم وما بين الهير تمام. وهاي الريسبترات تعطيهن او تعطي اوامر، يعني عكس الاوامر اللي انطتهن للكارديو فيزيكولار بحاله زياده الهيرت. يعني مثلا تقول انت اول شيء زيدت الهيرت رايت، انا انطيتك امر انه زيدين الهيرت رايت عن طريق السمباثيك اللي هو يفرزها من الثوراكس نير. زين، وبالتالي اوتوماتيكيا يفرزها نحو القلب مباشرة وبتسوي لها انكريز بالهيرت رايت. زين، انا اريد انطيك امر، هاي الريسبتر تقولها انا اريد انطيك امر تمام انه تقللي لي الهيرت رايت تمام. عن طريق منو تقللي لي الهيرت رايت؟ هي راح شو تسوي؟ تقلل الهيرت رايت عن طريق الباراسمباثيك اللي هو مفروز من الفيغاس نيرف، من العصب الفيغاس اللي هو المجموع العصب مال 1973. اوتوماتيكيا راح يسوي لها عملية ديكريز بالهيرت رايت. زين شباب، هنا ليش احنا استعملنا ليش هذا الريسبتر قال للهير سنتر اللي هو مسيطر على السي في زي، وهذا السي في زي يمشي حسب امامره، مرة انه سمباثيك مرة باراسمباثيك. على اي اساس شباب انه انا زيدت الهيرت رايت؟ على اساس اني استندت او سويت نزول
للهيرت رايت، يعني قللت الهيرت رايت. شنو السبب شباب؟ انه هذا شنو السبب؟ وهذا يا نوع من الريسبتر اللي هو راح يسوي لي زياده بالهيرت رايت ونقصان بالهيرت رايت. وعلى شنو اعتمد هذا الريسبتر؟ تمام شباب، احنا غايتنا اليوم ندرس الريسبترات ونتعلمهن ونعرف انواعهم ونعرف كل وحده من عندهن شو تسوي وشنو غايتها وشنو الغرض من عندها. تمام. الريسبتر شباب بشكل عام الريسبترات انا عندي 3 انواع من الريسبترات. هن شنو ذني ال3 انواع من الريسبترات؟ الريسبتر الاول شباب هو يدعى البارو ريسبترز. تمام، البارو ريسبترز. النوع الثاني من الريسبترات شباب يدعى بالكيمو ريسبترز. والنوع الثالث يدعى شباب بالبرو البرو برو برو بيري او او برو او برو ريسبتر. البرو ريسبتر، كيمو ريسبتر، بارو ريسبتر شباب. هذني 3 انواع من الريسبترات. لازم اعرف كل ريسبتر من عندهن من ينطي اوامر حسيه او اوامر تمام الى الهير سنتر اللي مسيطر على السي في سي. شلون او ايش وقت تمام السي في سي راح يمشي حسب الاوامر اللي محصلها من الهير سنتر، اللي هو الهير سنتر ماخذن من هذا الريسبتر، يمشي مره سمباثيك ومره بارا سمباثيك. ايش وقت شباب؟ تمام. بالنسبه شباب للبارو ريسبتر هو تمام يمشي حسب انه اشكد البريشر، يعني يمشي حسب تحسسه بالبريشر اللي موجود بجهة الاوارته او الموجود بجهة الاوارته ارك. ليش شباب؟ لان هذا البارو ريسبتر، هذا النوع من الريسبترات شباب هو موجود بالانترنال بالجهة الداخلية من الكاروتايد ارتريز، او موجود بالاوارتيك ارش، يعني موجود بالجهتين او بالجزئين من القلب. هذا هو شباب الجهاز القلبي، وهذا شباب هو الكومن كاروتايد ارتري اللي هو موجود به نوع من الريسبتر يدعى البارو ريسبتر. كذلك شباب هذا الاوارته هو المنطقة اللي النهائية اللي يتم إيصال الدم المؤكسد عن طريقها إلى الجسم بالكامل. هي شباب هذا النوع أيضا يوجد به نوع من الريسبتر يدعى بالبارو ريسبتر. زين شباب، نجي نوضح الآن بعد أكثر على الرسم على مود ما ننسى. هذا هو شباب الأوارته. هنا يجي الأوارته، خليني أوضح لكم على الرسمة مالت بارحة صدق. تمام. زين شباب، نجي الآن نوضح على هذه الرسمة انه هذا هو الاوارته شباب. الاوارته اللي هو راح يحتوي لي على نوع من الريسبتر يدعى بالبارو ريسبتر. زين، شنو رباط الاوارته بالبارو ريسبتر؟ تمام، هذه الاوارته شباب اللي موجوده بالقلب، واضافه هذني اللي صارت مثل القرون، هذني نسمين الكاروتايد ارتري، هذني يحتوي على نوع من الريسبتر يدعى بالبارو ريسبتر. وهذا البارو ريسبتر هو شنو شباب؟ البارو ريسبتر هو راح يتحسس حسب البريشر اللي موجود هنا. يعني شنو حسب البريشر اللي موجود هنا؟ حسب البريشر اللي موجود بالمنطقة بالجهتين. تمام. زين، حسب البريشر اللي يدفع لي البلاد من الفنتركل الى البادي. يعني شلون مثلا؟ يعني هذا هو الرباط مالته او الفكرة من عنده شنو؟ يمشي على البريشر اللي موجود بجهة الأوارت اللي متصلة بالليت فنتريكل بالبطين الأيسر. أنا أبسط مثال شباب، لو نجي على البريشر الطبيعي اللي هو 80 ملم ميركوري. تمام، وبهاي الحالة الريسبتر هذا ما راح يتفاعل بهذا النوع من الضغط. لا، شو وقت يتفاعل شباب هذا النوع من الريسبتر عندما أنا أريد أزيد الهيرت رايت، وعندما أنا أريد أقلل الهيرت رايت. يعني أنا أريد أسوي زيادة بالهيرت رايت وأقلل بالهيرت رايت. زين، هاني شو وقت تصير الزيادة والنقصان بالهيرت رايت؟ تمام، اوتوماتيكيا تصير زياده والنقصان بالهيرت رايت عندما يصير انا عندي خلل بالبريشر اللي موجود. واذا صار هذا النوع الاول من انواع اللي يزيد وينقص بالهيرت رايت. زين، وهذا الخلل هو شباب ينتج عن نوع من الريسبتر شباب، والمسؤول عليه هو البارو ريسبتر. وهذا البارو ريسبتر شباب هو اللي راح يعمل ويلعب دور بزيادة أو بنقصان الهيرت رايت وبزيادة الهيرت رايت على حسب البريشر اللي موجود بالفنتركل بالبطين الأيسر. تمام، البطين الأيسر هو راح ينطي بلاد للأوارته، وهذا الأوارته هو راح بنوع من الريسبتر قلنا يدعى هو البارو ريسبتر. زين، أنا لو كان عندي مثلا الضغط اللي يدفع بيها الأوارته 80 ملم. تمام، وهذا الضغط صار بي أنا مثلا عندي نقصان بالهيرت رايت، وأنا أريد مثلا أزيد هذا أو مثلا أنا عاجبني تمام وإلا تمام عاجبني أنه هذا البلاد الطالع
تمام اللي هو اللي خارج القلب هو اللي نسميه بالكاردياك اوتبوت، انا اريد ازيده عن طريق الهيرت رايت. زين شلون اجي ازيده عن طريق الهيرت رايت؟ بيا طريقة انا ازيدها عن طريق الهيرت رايت، وبنفس الوقت اريد هذا الكاردياك اوتبوت الدم اللي خارج من القلب، تمام هذا الجهاز القلبي وهذا الجهة اللي خارجة من القلب، تمام اللي خارج من القلب اريد بنفس الوقت اني اجي اقلل هذا الدم عن طريق ايضا الهيرت رايت. زين بهاي الحالة شلون انه انا زيد الكاردياك اوتبوت وشلون بنفس الوقت انا اجي اقلل الكاردياك اوتبوت؟ على سبيل المثال فرضا نفس ما قال الدكتور احمد، قال على سبيل المثال لو اني عندي ضغط اقل من 80 ملم ميركوري هنري، تقريبا ما يقارب 50 ملم ميركوري هنري، تمام مليمتر ميركوري، تمام زين وانا عندي ضغط اكبر من 80 تقريبا 120 مليمتر ميركوري، تمام. بهذه الحالة أنا لازم أعرف بهذا النوع من الضغط راح يصير للهيرت رايت، وبهذا النوع من الضغط راح يصير للهيرت رايت عن طريق الريسبتور اللي هو البارو ريسبتور اللي هو المختص أو اللي يتحسس بالضغط، واللي هو موقع مالته موجود وين؟ بالأوارتك بالأوارتك أرش أو بالأوارتا أو بالكاروتايد أرتري. زين هسه لازم نعرف العمل مالت احنا عرفنا الموقع مالته، نجي نعرف الفانكشن مالته، الوظيفة مالته او الموقع مالته. اولا قلنا الوظيفة مالته هي تتحسس بالبريشر. زين هسه راح نعرف البريشر. شنو التحسس بالبريشر؟ اولا بالبريشر الطبيعي ما عندي اي لا نقصان بالهيرت رايت ولا زيادة بالهيرت رايت، يعني ريجوليشن اوف ذا هيرت رايت. زين اني اريد اشوف النقصان مال الهيرت رايت ايش وقت والزيادة مالت الهيرت رايت ايش وقت، على مود اعرف ايش وقت استعمل السمباثيك واعرف ايش وقت استعمل باراسمباثيك، تمام زين تمام. بهاي الحالة شباب لو الضغط مالتي البريشر مالتي قل عن 80 ملم ميركوري، يعني شنو قل؟ يعني البريشر بالاوارته صار اقل من 80، وقلنا احنا دائما البريشر يطلع منه يحتاج ضغط هواية على مود يدفع البلاد نحو الجسم. زين انا بهاي الحالة الضغط صار اقل من 80، بهاي الحالة الضغط صار اقل من 80 وانا لازم ازيد هذا الضغط، تمام ازيد هذا الضغط عن طريق السمباثيك اللي هو غايته يزيد الاشياء انكريز، لو عن طريق الباراسمباثيك اللي هو غايته يقلل الاشياء. زين انا اذا هو ضغط قليل يعني شنو؟ يعني الدم اللي جاي يروح للجسم معناه قليل. زين ولين هو انا احتاج ضغط اكبر من 80 ملم على مود يندفع الدم بشكل كميات متدفقة وكبيرة نحو الجسم. زين انا صار عندي ضغط اقل من 80 يعني تقريبا 50 فرضا تقريبا 50. زين من تقريبا الضغط مالتي 50 بهاي الحالة اني مثلا بضغط 50 اريد مثلا ازيد الدم، تمام عن طريق الضغط مالت القلب هذا 50 ضغط، تمام انا اريد ازيد الضغط مال القلب، يعني اريد ازيد الهيرت رايت ما اريد اقلله. زين في حالة هسه انا قللت يعني هسه في حالة هذا البريشر اريد ازيده واقلله شلون؟ زين انا هذا الهيرت رايت وهاني البريشر مالته 50، زين انا اريد مثلا البريشر يعني قل عن المعدل الطبيعي بهاي الحالة، يعني قللته عن 80. زين البريشر من قل عن 80 شنو السبب شباب؟ زين شلون اصعده تمام الى هذا المستوى هذا 80؟ زين حتى اصعده لهذا المستوى 80 على هذا الريجوليشن شباب، وهذا مو الريجوليشن، يعني هذا الريجوليشن هذا الريجوليشن، يعني انا اوصله للغاية الطبيعية المستوى الطبيعي. يعني اسوي انا ريجوليشن اوف هيرت رايت. شلون احصل ريجوليشن اوف هيرت رايت؟ عن طريق ازيد النقص وعن طريق اقلل الزيادة. زين هسه هذا عبارة عن نقص، وشلون ازيده شباب؟ تعالوا يعني البريشر اللي موجود بالاورتا هو 50 وانا بالمعدل الطبيعي حتى يدفع دم بتدفق طبيعي وبكميات يعني مستويات حلوة من الدم للجسم عمود يوصل له، هو لازم يكون 80 او يكون اعلى من 80. زين تمام بهذه الحالة تمام انا الاورتا هي 50، شلون راح ازيدها لل 80 او تكون اكثر من 80؟ تمام استعمل السمباثيك اللي هو راح يزيد، لا استعمل الباراسمباثيك اللي هو راح يقلل. تمام اكيد راح استعمل شيء يزيد ال 50 ملم ميركوري على مود شنو؟ على مود يدفع بلاد بكميات كبيرة، لان اذا استعملت الباراسمباثيك وهي كمية اقل من الضغط الطبيعي راح تقلل ال 50 تصير 40 تصير 30 تصير 20، بالتالي ما راح استفاد شيء من الاورتا لان ما راح يدفع لي دم للجسم. لان هو شنو الدم شلون يدفع للجسم الا في حالة ضغط كلش قوي للبادي.
وانا شارحها هاي الملاحظة. زين يعني تنسد الصمامات وراح يصير عندي الدفع كلش قوي للبادي. زين بهذه الحالة شو راح اسوي شباب؟ راح استعمل نوع من التحفيزات، هو راح يكون النوع اسمه السمباثيك. ليش النوع السمباثيك؟ يعني شلون سمباثيك؟ تعالوا وياي. اجي استعمل السمباثيك ليش؟ لانه السمباثيك هو من النوع اللي يسوي لي اكزاتيتوري. يعني شنو اكزاتيتوري؟ يعني يسوي لي زيادة. تمام، هذا السمباثيك اللي هو راح يسوي لي زيادة. وين هي تقريبا الرسمة؟ تمام، ما راسم لكم يا حرامات. زين شباب السمباثيك شباب، مو انا عندي البارو ريسبتر. تمام، راح يوجه لي التوجيهات للهير سنتر بتوجيهين سمباثيك باراسمباثيك. تمام، يعني يوجه السي في سي للقلب سمباثيك باراسمباثيك. زين انا البريشر هنا 50. تمام، انا اريد ازيد البريشر، استخدم سمباثيك لا باراسمباثيك، يعني اللي يزيد لا يقلل. راح استعمل السمباثيك، اقول للباراسمباثيك اقعدي وسمباثيك روحي. ليش؟ لان السمباثيك هي اللي تزيد هاي البريشر الى الكميه المعتدله على مود اضغط بيها البلاد. زين تمام، فاذا هنا أنا شباب شو استعملت السمباثيك. يعني بهاي الحاله من استعملت السمباثيك صار اكزاتيتوري، وبهاي الحاله الهيرت رايت مالتي اني اجيت زيدته. زين شباب بهذه الحاله الاورتا ازداد الضغط مالتها عن الحد الطبيعي اللي هو 80 بكميات كبيره، وانا اريد اقلل هذا الحد الطبيعي. شباب شو استعمل؟ يعني اريد اقلل الهيرت رايت على مود تكون النسبه منتظمه او معتدله. تمام، وبهاي الحاله دقات القلب تكون معتدله. هسه لل80 بيها لل100 بيها مجال، بس مو لل120. زين مثلا زادت فد مرة عن الحد الطبيعي، يعني عن 100 بالكامل. تمام، فبهاي الحالة شباب شو اسوي اني؟ حتى اقلل الهيرت رايت راح استعمل من نوع من الاستيموليشن، من نوع من التحفيزات يدعى بالباراسمباثيك. وهذا الباراسمباثيك هو غايته وشغله شغل واحد، هو انه يسوي عملية تقليل ديكريز للهيرت رايت. ومن راح يسوي ديكريز للهيرت رايت بهذه الحالة شباب اوتوماتيكيا من الاحظ تقليل للهيرت رايت راح الاحظ تقليل بهذا المعدل، وبهاي الحاله الكارديو اوتبوت الدم مالتي خفض. لان قلت لكم شباب الكارديو اوتبوت هو تناسب طردي مع منو؟ مع الهيرت رايت، ومع اضافه مع الستروك فوليوم. يعني اذا انا قللت الهيرت رايت انا قللت الكارديو اوتبوت، اذا انا زيدت الهيرت رايت انا زيدت الكارديو اوتبوت. زين شلون اقلل الكارديو اوتبوت؟ اقلل الكارديو اوتبوت عن طريق ريسبتور يدعى البارو ريسبتور، وفي حاله لازم استعمل الريسبتور استعمل تحفيز يدعى الباراسمباثيك. وشلون ازيد اني الكارديو اوتبوت؟ لازم تمام لازم ازيدها عن طريق زياده الهيرت رايت عن طريق ريسبتور يدعى البارو ريسبتور. هذا البارو ريسبتور يتحسس لي بالضغط، لازم يكون ضغط قليل. تمام، او استعمل نوع من الاستيموليشن يدعى السمباثيك. تمام، هي شباب هاي الفكرة، وهاي الريسبتر الأول الفكرة مالته والشرح حول الريسبتر الأول. أتمنى يكون واضح وما بي أي أشياء يعني مبهمة. تمام شباب؟ تمام شباب، الآن نتكلم عن النوع الآخر من الريسبتر، ونعطيكم ملاحظة كلش مهمة، خاف تجيكم كMCQ دكتور هواي نبوح عليها بالمحاضرة مالته. النوع الثاني شباب من الريسبتر هو يسمونه الكيمو ريسبتر. وشباب هذا الكيمو ريسبتر هو راح يكون او يعتمد هذا يتحسس بثلاثة امور. هسه احنا قلنا البارو ريسبتر هو يتحسس حسب البريشر، اذا البريشر مالتي قليل تمام راح يتفعل عندي السمباثيك، واذا البريشر مالتي عالي تمام راح يتفعل عندي البارا سمباثيك على مود اقلل الهيرت رايت. تمام، وهنا على مود ازيد الهيرت رايت. تمام شباب، بالكيمو ريسبتر هذا النوع من الريسبتر فإنه راح يتحسس بثلاثة أمور. أولا شباب راح يتحفز بالدالة الحامضية، اثنين راح يتحفز بالCO2، ثالثا راح يتحفز بالO2. الدكتور أبو كتب المحاضرة ما شرحها بالتفصيل الممل، أنا حشرح لكم بالتفصيل الممل. شباب خلوا لكم ملاحظة كلش عامة، إذا الحامضية إذا قال لك بالMCQ الحامضية مالتي تزداد عن الحد المطلوب
مثلا الحد المطلوب شكد تمام، او مو الحد المطلوب العفو، اذا الحامضيه في حاله الزياده، في حاله اني يعني صار عندي increase in the acidity او increase in pH تمام. اذا صار عندي increase بالاسيديتي او increase بالبي اتش شباب، بهاي الحاله راح يتفعل نوع من الريسبترات اللي هو ريسبتر الكيمو ريسبتر، ولكن من نوع السمباثيك لا من الباراسمباثيك، لا راح يتفعل من نوع السمباثيك تمام. زين، واذا في هذه الحاله شباب لاحظت تمام نقصان ديكريز بالاسيديتي تمام، بهاي الحاله شباب راح يتفعل نوع من السمباثيك، راح يدعى شنو هو؟ راح يدعى شباب اللي هو هذا الكيمو ريسبتر، راح يتفعل نوع من السمباثيك شباب، راح يكون هو ال البارا سمباثيك تمام. زين، السي او 2 والاو 2 شباب شنو؟ تمام، السي او 2 والاو 2 شباب هي العملية الاكسجين اللي العفو عملية البلاد اللي هو يكون غير مؤكسد ومؤكسد، يعني كمية البلاد اللي تكون غير مؤكسد ومؤكسد هي راح عن ضوءها راح نحدد الريسبتر مالت الكيمو ريسبتر هو سمباثيك يكون لا باراسمباثيك. زين، شلون شباب؟ مثلا انا اجي عندي صارت عندي الاوتو بكميات عاليه تمام، يعني الاوتو بكميات عاليه يعني الدم مالتي يعني الدم مالتي مؤكسد بكميات كلش عاليه. زين، وهذا الدم المؤكسد اللي يعني منا راح شباب الدم المؤكسد منا، هذا الدم الغير مؤكسد، الدم المؤكسد منا، الدم المؤكسد مالتي بكميات كلش عاليه وصل للرايفت اتريوم وانه بعدين الليفت فنتريكل تمام، ودخل للاوارتا بكميات كلش كبيره من البلاد الجسم. زين، بهاي الحاله شباب اذا الاكسجين بكميات كلش عاليه زين تمام، انا راح افعل السمباثيك للباراسمباثيك على مود اوازن اسوي ريجوليشن للهيرت رايت. زين، اذا هي الاكسجين بكميات كلش كبيره راح يزيد لي هيرت رايت، انا زين انا اريد اسوي موازنه ريجوليشن للهيرت رايت. زين، افعل السمباثيك للباراسمباثيك، راح افعل شباب الباراسمباثيك ليش؟ على مود اقلل من نسبه الاكسجين الى الحد المطلوب او الحد المعقول او الحد المعلوم تمام، على مود الهيرت رايت يصير بيها ريجوليشن تمام. لان انا الغايه شباب من هاي العمليه كلها اللي سويتها انا ضمن الهيرت رايت هي شنو شباب؟ انه اريد اسوي لي ريجوليشن للبيت او للبلاس، لا اريد اسوي لي جنريشن للبيت او البلاس. انا هنا شباب ما راح اولد نبضه، ما راح اسوي لي فد، ما راح اولد البيت انا ولدتها مسبقا بالبيس ميكر اللي موجود بالاس اي نود. لعاد انا شو اسوي شباب؟ هاي الغايه انا حسوي تنظيم للنبضه تمام اللي تخرج من القلب الى الجسم، تكون نبضه صحيه ونبضه معتدله ما به اي اشكالات تمام، وتعمل تعمل بالجهاز الدايجستيف، تعمل بالاجهزه الاخرى من الجسم. هاي الغايه من عندي انا شباب. فبهاي الحاله الاوتو اذا كان بكميات كبيره يعني الدم المؤكسد بكميات كبيره، بهاي الحاله راح يسوي لي راح يفعل لي البارا سمباثيك الكيمو ريسبتر، وحيقلل لي من حد الاكسجين اللي راح يدخل للاوارت اللي هو يكون كميات كبيره تمام عن طريق هذه الفالفات، وبالتالي راح يدخل كميه معقوله على مود لا تسوي لي تاثير على الهيرت ريت. ولكن شباب اذا اني مثلا صارت عندي مثلا الاوتو بكميات قليله، بهاي الحاله اذا الاوتو بكميات قليله يعني الاوتو بكميات قليله يعني الدم المؤكسد تمام اللي داخل الاوارتا بكميات قليله، يعني هذا الدم المؤكسد تمام اللي داخل الاوارتا بكميات قليله، بهاي الحالة راح شو يسوي شباب؟ راح انه هذا الدم الغير مؤكسد راح يسوي عليها عملية كونتراكشن بكميات هواية عن طريق تمام الاستيميليشن، وهاي الاستيميليشن اللي هسه راح اذكر لكم اياها هي شنو راح تكون تمام، راح يسوي عملية كونتراكشن للاذين للبطين بكميات كبيرة، وبعدين يوصل اللنج، وبعدين يحول هاي الكمية مالت الاوتو من كميات يعني من دم من دم مؤكسد قليل الى دم مؤكسد هواية. زين، بهاي الحالة شباب عن طريق منه صارت هاي يعني هذا التحويل كمية الاوتو من قليل الى الهواي عن طريق نوع من الستيميليشن يكون سمباثيك لا باراسمباثيك. زين، الباراسمباثيك هي تقلل لي وانا اريد شويه ازيد من هاي الاوتو على مود الدم المؤكسد اللي يوصل من الاوارت للجسم شويه ها نشط يكون. زين، بهاي الحاله حستعمل السمباثيك على مود ازيد من هاي الاوتو تمام، او ازيد من هذا البلاد من الواصل للاوارتو من ثم الى البادي بالكامل. نفس الحال شباب السي او 2 هي عمليه عكسيه للاوتو، اذا سي او 2 كان قليل لازم يعني عندي اوتو بكميات كبيره. يعني شنو سي او 2 قليل شباب؟ اذا سي او 2 راح افعل لها شباب السمباثيك. ليش افعل السمباثيك اذا سي او 2 قليل شباب؟ اذا سي او 2 قليل راح افعل لها السمباثيك تمام على مود انا شنو؟ على مود هذا الدم شباب اللي مؤكسد تمام اللي البلاد مالتي اللي يكون
العفو الدم مالتي الغير مؤكسد تمام عن طريق الغاز اكسشينج، من راح اضخه بكميات كبيره راح يصير سمباثيتك، راح يصير كميه اكسجين كبيره، وبالتالي شباب تنتقل من الاوارته الى الى البادي. يعني ما بفد شي شباب، يعني ملاحظة يعني كلش حلوة لازم انت تفهمها. سمباثيتك شو وقت، باراسمباثيتك شو وقت. اذا عندي كمية الاكسجين يعني قليلة راح ازيد كمية الاكسجين على مود ازيد عملية ازيد عملية الكونتراكشن تمام مالت الاذين، وبعدين حزيد عملية الكونتراكشن مالت البطين، وبالتالي عم اوصل دمية مناسبة من البلاد الى الى البادي. واذا كانت السي او 2 مالتي بكميات كبيره، نفس الوقت شباب راح اسوي انا عمليه شنو، راح اسوي على الها عمليه تمام ايضا استعملها السمباثيتك. ليش؟ على مود انه ازيد من هذه الدم الغير مؤكسد احوله الى دم مؤكسد تمام. ولكن اذا السي او 2 مالتي بكميات قليله والاو 2 مالتي بكميات عاليه فهو نفس الشيء. ليش السي او 2 بكميات قليله؟ يعني الدم الغير مؤكسد بكميات قليله صار نتيجه ل الباراسمباثيك اللي هو للدم المؤكسد مالتي هنا تمام. بس هذا السي او 2 القليل ما ذكر هو الدكتور، بس ذكر انا حتى ما ذكر الاو 2 الهواية، ذكر فقط الاو 2 القليله والسي او 2 القليله. بس انا وضحت لك هذه الملاحظات على مود تفهمين وما تدرخين تمام، وتصير عندك واجهه فهميه كلش عاليه على هذا النوع من الريسبتر. قلت لك الاسيديتي مالت هذا الريسبتر شباب البي اتش الدالة الحامضية. اذا كانت الحامضية كلش عالية تمام، اذا كانت الحامضية كلش عالية بهاي الحالة لازم افعل السمباثيتك، واذا كانت الحامضية كلش قليلة تمام بهذه الحالة لازم افعل البارا سمباثيتك. يلا شباب نكمل هنا. وصلنا الى هذا السلايد تمام. نوضح الان ككلاميات وكمعلومات شرحناهن احنا على الرسم وعلى الملاحظات اللي ذكرتها اني. عندي الميدولاري كارديو فيسيكولار سنتر شباب، هذا هو نفسه الميدولا اوبلونجيتا، يعني نفس ما شرحت لكم. انا يقول لك انه هاي الميدولا اوبلونجيتا اللي هي الجزء الثالث من البراين ستيم راح تحتوي لي على السي في سي اللي هي شنو، اللي هي الكارديو فيسيكولار سنترال تمام. هاي الكارديو فيسيكولار سنترال شباب مثل ما هو موضح لكم اياه هنا، يقول انه receives انه راح تستلم المعلومات من الضرورية لتغيير الهيرت رايت تمام من الهيتر براين سنتر. الهيتر براين سنتر شباب اللي هو نفس الهير سنتر تمام، اللي هي السيربلر كورتكس واللمباك سيستم and الهايبوثالاموس تمام. sensory receptors such as وبعض المستقبلات الحسيه. يعني خليني اوضح لكم اياها شباب شويه. يقول لك انه احنا مو عندنا بالبراين بالدماغ تمام، مو عندي بالبراين بالدماغ الهايبوثالاموس تمام، وعندي وياها المحيط بها الكورتكس تمام، وبعدين هاي الهايبوثالاموس هي تعتبر الهير سنتر تمام، مو محاطة بهذا الجذع الدماغ تمام. هذا جذع الدماغ متألف من 3 طبقات. الطبقة الأولى قلنا الميد برين، والطبقة الثانية البونز، والطبقة الثالثة هي اللي تحتوي لي على هاي الفجوة الصغيرونية اللي هي السي في سي، نسميها ب الميدولاري او الميدولا اوبلونجيتا تمام. شباب شو يقول لك؟ يقول لك هاي السي في سي تمام هي شنو؟ هي راح تستلم لي receives information necessary، راح تستلم لي هاي السي في سي راح تستلم لي المعلومات العصبية المهمة والضرورية حتى تغير لي change بالهيرت ريت، حتى تغير لي النبضات مالت القلب، يعني تسوي لي إلها زيادة او تسوي لي إلها نقصان. منو هاي السي في سي؟ من تستلم هاي المعلومات حتى تسوي لي زيادة او نقصان للهيرت ريت تمام؟ تستلمها من هسه راح نوضحها. تستلمها شباب من المراكز العلوية من الدماغ، الهيتر براين سنترز تمام. يعني السنترز مراكز براين دماغ والهيتر علوي. هاي المراكز العلوية بالدماغ هي اللي تعطي المعلومات تعطي المعلومات للسي في سي اللي موجود بالميدولا اوبلونجيتا. وبعدين هاي الميدولا اوبلونجيتا هي راح تتصل اتصال تمام، تتصل اتصال بالقلب عن طريق كنترول، عن طريق سيطرتين. الاتصال الاول اللي هو راح يزيد لي اذا في حال يريد يزيد لي مثلا النبضات مالت القلب احنا نسميه السمباثيك، وهذا راح يتصل بالاس اي نود والاي في نود، واضافه المايكارديوم القلب كله او موست اوف كارديوم زين. والاتصال الثاني شباب راح يتم عن طريق الباراسمباثيك، وهذا الباراسمباثيك اللي هو راح عن طريق اريد اقلل الهيرت ريت تمام. الاوامر اللي تجي في تقليل الهيرت ريت عن طريق السي في سي هي راح تتم خلال الباراسمباثيك، والاوامر اللي تجي في حاله زياده الهيرت ريت هي تجي عن طريق السمباثيك.
sympathetic. زين، وهذا السمباثيك قلنا من يولد السمباثيك؟ يتولد عن طريق الثوراكس، وهذا يتولد عن طريق الفيجوس. زين تمام، يعني هنا عصب اكو فيجوس وعندي ثوراكس. زين شباب، وبنفس الوقت شباب شو يقول لك؟ يقول لك انه هذا اللي هو باراسمباثيك ايضا هو راح يرتبط بالاس اي نود والاي في نود، ويرتبط لي بالاتريال تمام، اللي هو اتوقع تكون ليفت، يعني عفوا يرتبط لي بالمنطقه الاتريال فقط، يرتبط لي بمنطقه الاذين. زين، مو بالمايوكارديوم بالكامل، لا هذا بالمايوكارديوم بالكامل، هذا منطقه الاذين. فذين شباب المواقع والوظائف مالتهم فحفظوهم كلش مهم. يعني الباراسمباثيك هي ضمن منو اللي تولدها؟ هي الفيجوس، والفيجوس هي ضمن السي في سي، وهي السي في سي اللي تحكمها للفيجوس، وبعدين هاي السي في سي هي تنطيها اوامر في حاله تقلل الهيرت ريت عن طريق الباراسمباثيك، ونفس الحال كما هو في السمباثيك. وبالإعادة إفادة لكم الملاحظات هواية. شوف شباب، هي المناطق العلوية من الدماغ اللي هي السيبرال كورتكس، اللي هي تحيط لي بالهايبوثالاموس اللي هو الهير سنتر، واللامبك سيستم، وإضافة الهايبوثالاموس. سنسوري كذلك شباب، مو بس انه موجود اجزاء، يعني اجزاء علويه بالدماغ تمام، هي اللي تنطي لي الاوامر الحركيه لهاي السي في سي، لا، ولكن هنالك شباب اكو فد ريسبترات خاصه بهذه، متصله بهذه الاجزاء العلويه من الدماغ، هي اللي تعطي الاوامر تمام للاجزاء العلويه بالدماغ، ومن الاجزاء العلويه بالدماغ تحولها للسي في سي تمام، واوتوماتيكيا هاي السي في سي راح تتصل بالقلب تمام. وهاي شباب الكارديو فيزيكولار سنترال تمام، عن طريقها راح انا اسوي سمباثيك او باراسمباثيك شباب. زين، من هنا الريسبترات وشرحت لكم اياها مسبقا، احسه هذا الريسبتر ما شرحت لك، هسه راح اوضح لكم هذا الريسبتر. بروبري ريسبترز، والكيمو ريسبترز، والبارو ريسبترز. الكيمو ريسبترز قلنا هو اللي يتحسس اثناء وجود المواد الكيميائيه كالسي او 2 وكالاو 2 وكالبي اتش. البي اتش اذا زادت راح نستعمل السمباثيك، واذا قلت راح نستعمل الباراسمباثيك. والسي او 2 ايضا والاو 2 وضحناهن شلون الزياده والنقصان مالتهن. زين، والبارا ريسبتر قلنا هو حسب البريشر اللي موجود، اذا البريشر قليل وانا اريد اسوي للهيرت ريت، يعني ازيد الهيرت ريت، يعني اذا البريشر قليل قيمه الدم اللي مدفوع من الاوارتك للبدي قليل، فبهاي الحاله ازيد هاي قيمه الدم عن طريق زياده الهيرت ريت، ومن تزداد الهيرت ريت لازم استعمل السمباثيك. واذا عالي تمام اني كميه الدم المدفوع للجسم هوايه تمام، فلازم اقلل من عندها عن طريق تمام نقصان هذا الضغط الى الحد الطبيعي عن طريق الباراسمباثيك. وبهاي الحاله من استخدمت الباراسمباثيك تمام قللت من هذا البريشر. زين تمام، هذا النوع من الريسبترات ايضا وضحته، وقلت لك هذا الريسبترات من انه هذا وين موجود بالكاروتايد ارتريس، وموجود بالاوارتيك ارك. زين، واضافه شنو شباب؟ انه ذا بارو ريسبتر ديتكت، انه هو راح يحدد لي التغير بمستوى ضغط الدم. وضحت لك التغير بمستوى ضغط الدم، هو ضغط الدم الطبيعي هو 80 ملم ميركوري تمام. وش يقول لك تشينج التغير؟ يعني اذا كان اقل من 80 صار تغير 50 ملم ميركوري، واذا كان اعلى من 80 120 ملم ميركوري تمام. وبهاي الحاله شباب ال 120 هي اكبر من ال 80 تمام، بهاي الحاله لازم استعمل الباراسمباثيك، وهاي ال 50 اقل من 80 لازم استعمل السمباثيك. هو اذا هو تشينج تمام ان بلاد بريشر. شباب نجي بالنسبة لهذه المعلومة، هاي المعلومة تقول لك انه الكيمو ريسبتر ار سيل، انه الكيمو ريسبتر تمام، هاي الكيمو ريسبتر هي عبارة عن خلايا، وهاي الخلايا تكون متخصصة تمام لتحديد تمام السيلز سبيشالايز، هي خلايا متخصصة تو ديتكت لتحديد تشينج التغير اللي يصير بالاكسجين، يعني في حالة انه الاكسجين يزداد شو يصير، وفي حالة الاكسجين يقل شو يصير، وشرحت لكم اياها بالملاحظات ذني، ما راح اخركم على مود المحاضرة تطول. content of the blood اللي راح تحتوي لي على البلاد تمام، as well as change in carbon dioxide، وكذلك التغير التغير as well as كذلك التغير الحاصل في الكربون دايوكسيد اللي هو CO2 في حالة انه يزداد، في حالة انه يقل تمام. and hydrogen ion content، وهذا ما وضحت لكم يا ايون الهيدروجين، يعني ايون هيدروجين ايون كونتنت، هذا وضحت لكم يا شباب العفو. ايون هيدروجين ايون كونتنت يعني القصد من عنده الدالة الحامضية البي اتش، انه في حالة انه ازدادت وفي حالة انه قلت شو يصير بيها. زين
شباب البروبري ريسبتر، البروبري ريسبتر هو راح يحدد لي التغير اللي يصير بالموضع والتغير اللي يصير لي بالحركة. يعني شنو معنى شباب؟ هن هم ريسبترين الدكتور وضح يعني بالمحاضرة ورشحن وكأم سي كيوات تجي من عندهن، هن البارو ريسبتر والكيمو ريسبتر. ولكن شباب كريسبتر ثالث والدكتور هو ما وضح لي، بس انا ما احب اخلي شيء نقص بشرحي. تمام. البروبري ريسبتر شباب هذا نستعمله لتحديد التغير اللي يصير بالبوزيشن بالموفمنت. شنو شباب بالبوزيشن بالموفمنت؟ يعني بالموضع وبالحركة. يعني شنو شباب بالموضع والحركة؟ نجي شباب شوية تشريحيا على هذا القلب أو هذا الجهاز القلبي. هو قال لي بالبوزيشن بالموضع وبالحركة. زين شباب يعني القصد من عنده إنه خلي شوي أوضح لكم إياه تشريحيا أكثر على الرسم اللي رسمتها أني. هو يقول لك من ناحية البوزيشن وإضافة الموفمنت عندي ريسبترين موجودات بالبولمونري ارتريز والأوارتة. الريسبتر اللي موجود هنا يتحسس بال80 ملم، وأيضا هذا يتحسس بالضغط ويتحسس يعني بالحركة وبالموضوع نفس يعني موضوعين. زين فبهاي الحالة شباب شو يقول لك؟ يقول لك إنه هذا الريسبتر اللي موجود هنا هو من نوع اللي يتحسس يعني بحركة الضغط، بحركة الدم، تدفق الدم والبلاد اوف فلو، تدفق الدم. وهذا السؤال شباب هو يسمونه بروبري ريسبتر. وهذا البروبري ريسبتر شباب يقيس لك مدى حركة البلاد هنا، ويقيس لك مدى حركة البلاد هنا، ويقيس لك مدى موضع الضغط اللي هنا، ويقيس لك مدى موضع الضغط هنا. في حال إذا اختلف أو في حال إذا نقص هذا الحد عن هذا الحد راح يعتبر هذا راح يشتغل هذا الريسبتر. وفي حال يزداد هذا الحد يزداد هذا يعني هذا الحد عن هذا الحد، وبهاي الحالة أيضا يشتغل الريسبتر. ولكن في حالة التعادل ما راح يشتغل هذا الريسبتر نهائيا. فأتمنى شباب أنه يكون هاي المعلومة واضحة. زين هاي الرسمة شباب هي رسمة معادة، يعني ما بفد شيء رسمة، يعني ما بفد رسمة يعني فد شيء إضافي، مجرد إنه هذا الرسمة توضح لك برسمة معادة إنه كلها تعتبر يم السي في سي، يعني هو السنترال الكارديو فيسيكولار سنترال اللي هو هذا المسؤول على هذين الأجزاء العلوية تنطي الأوامر. والريسبتر شوف شباب الريسبترات إن تعطي أوامر للأجزاء العلوية من هذا البراين، والأجزاء العلوية من هذا البراين تعطي أوامر للسي في سي، وهذا السي في سي أوتوماتيكيا يجهز هذين الأوامر اوتوماتيكيا شباب ياخذهن وينطيهن للهيرت. زين هنا شو يقول لك شباب؟ الريسبونس في الاستجابة للمعلومات اللي تستقبل من الميدلري كارديك سنتر. تمام. اما راح تكون سمباثيك بالاس اما تكون بارا سمباثيك بالاس جيت انيشيد. يعني شنو معناه شباب انيشيد؟ يعني القصد من عندي هنا انه شباب انه الاستجابة المعلومات اللي راح يستقبلها السي في سي من الاجزاء العلوية من عنده. تمام. هذا راح يولد لي استجابتين. الاستجابة الاولى هي اللي راح تزيد لي النبضة البيت. تمام. او تزيد لي البلس النبضات، او انه راح تقلل لي النبضات. تمام. وبهاي راح تقلل لي النبضة. بنا شباب يكون يعني الشرح واضح.